كنا محتاجين كوبايه القهوه دي. تشاو حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما شفتوا في عنوان الفيديو، النهارده هنتكلم عن حاجه محببه للكل، الكتب. اللي دي انا اكتر حاجه بتميز بيها. انا بتميز بحاجات كتيره بصراحه، بس حقيقي يعني الكتب دي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها جدا. بحس ان هي جزء من شخصيتي كده، متأصل من شخصيتي او من هويتي، وهي حبي للكتب والثقافه والجو ده. انا بحب القراءه جدا من زمان جدا يعني. تقريبا اول كتاب قريته هو كان روايه، بس كان في تانية اعدادي اعتقد يعني، فمن بدري قوي يعني. فيعني قصتي مع الكتب بادئه من بدري قوي. المهم هنتكلم النهارده عن اهم الكتب اللي غيرت تفكيري حرفيا. اظن انتوا عارفين واحد منهم، حكيته قبل كده في فيديو. كل الكتب اللي هنتكلم عنها النهارده، ثانيه اوريها لكم. هما بصوا كتير يعني، انا المفروض كاتبه في عنوان الفيديو 5 كتب تستحق القراءه، او 5 كتب يعني، بس انا ضفت عليهم روايتين، حاجه كده تكون خفيفه لطيفه يعني، ايه يعني زي ترشيحات يعني، هقول لكم عليها برضه. طبعا عندي كتب كتير جدا في المكتبه. اللي يجي يشوف المكتبه عندي هيقول ان انا فاتحه مكتبه عندي تقريبا. بس انا طبعا اخترت الكتب ديت الاقربهم واقربهم لقلبي، وحسيت ان الكتب ديت اكتر اللي هي لمستني واثرت فيا بشكل ما يعني. فاعتبروني ان انا بشارك معاكم كتب قريبه لقلبي، يمكن هي كمان تكون قريبه لقلبكم، او انتوا قريتوها او لسه ما قريتوهاش. فخدوا الفيديو ده بانه مجرد يعني ريفيو او ترشيحات كتب انا بحبها. اوكي، الروايتين اللي انا حكيت لكم عنهم دول هنتكلم عليهم في نهايه الفيديو، فخليكم معايا، ما تنسوش تجيبوا قهوتكم، ويلا تعالوا احضروا الفيديو. طيب يا جماعه، اول كتاب معانا هو The Alchemist، الخيميائي. طبعا كلكم عارفينه، وممكن اغلبكم قرا الروايه ديت، بس الروايه ديت من الروايات اللي انا بحبها وقريبه جدا من قلبي. طبعا بتتكلم عن ولد ماشي في رحله حياته، راعي غنم، كان بيدور على كنز في ناحية الأهرامات تقريبا. خلال رحلته في ان هو للبحث عن الكنز ده مر طبعا بصعوبات ومراحل كتير طبعا في حياته. المهم ادته الى انه يكتشف نفسه، يكتشف هدفه او حلمه الاكبر. هو كان هدفه ان هو يوصل للكنز، بس في خلال رحلته للوصول للكنز ديت لقى هدف او معنى لحياته اكبر. فالرواية بجد تستحق القراءة، وطبعا هي معروفة جدا يعني، لو انتوا مقريتوهاش انصحكم ان انتوا تقروها. تاني كتاب معانا وهو قهوة صباحية مع النفس، دكتور نشوى صلاح. الكتاب ده بجد حلو جدا، وهي زي ما هي قالت ووفت بالوعد ان هو كتاب هيكون زي ليكوا مرجع لما تحسوا ان انتوا عايزين زي صديق، او عايزين حد ترجعوا له، او حاجة ترجعكم لنفسكم تاني. بجد اقروا الكتاب ده. يعني هو الكتاب بيتكلم عن اهم 5 تقريبا حاجات احنا بنمر بيها في حياتنا، او اهم 5 مواضيع، وهي منها السعادة. وتقريبا اتكلمت عن يعني 5 فقرات يعني، تقريبا عن السعادة، عن الخوف، او عن المشاعر. مش فاكرة بصراحة لان انا فهو الكتاب بيتكلم عن تقريبا 5 ل 6 لا 6 عناوين مهمة جدا، وهي السعادة والهدف او الاهداف، ازاي تحقق اهدافك، عن الشغف، وحاجات تانية كتير مش عايزة احرق لكم يعني محتويات الكتاب. كل عنوان او فقرة من ديت بتتكلم فيها بشكل استفاضي جدا عن الموضوع اللي هي بتتكلم فيه، وحاطة تمارين وحاطة اسئلة. فبجد انا ساعات لما احس ان انا تايهه بدخل افتح الكتاب، وطبعا مش عارفه افتحه قوي عشان هو متقطع، حرفيا متقطع، انا مش عارفه هعرف اقراه ازاي تاني. بجد حلو قوي، لذيذ. كنت مستمتعه، حاسه ان هو صديقي بجد. عارفين لما الجمله بتاعت الكتاب هو خير صديق والحاجات ديت، بحس فعلا او حسيتها اكتر في الكتاب ده.
تالت كتاب معانا وهو The Secret. ده الكتاب اللي انا كلمتكم عنه في فيديو قبل كده، اللي هو بتاع قانون الجذب. بجد this is my best book بجد، يعني الفترة اللي قريته فيها. اولا شكله كيوت جدا، والهارد كفر ده مخليني كده ان انا حاجه كده في هاري بوتر، حاجه كده حلوه كده. زائد بقى ان محتوى الكتاب نفسه فظيع. يعني اقول لكم ايه، يعني هو تحسوا ان هو معلومات اكتر ونيه اكتر. يعني مثلا بيتكلم في حاجات عاديه، او يمكن انا عشان كنت عارفه المعلومات ديت فانا شايفه ان هو عادي، مش حاجات اللي هي حرام او بتاع. مفيش حاجه حرام اصلا فيه. يعني انا على فكره بحب قوي لما حد يقول على حاجه ان ديت فيها شك في الدين، او دي حرام او دي حلال، او مثلا الكتاب ده او الفيديو ده بيتكلم عن الطاقه، عن السحر، عن كل الحاجات دي. انا بحب ادخل اشوفها بنفسي، اللي هو اسمع الفيديو او اقراه وابدا اشوف هل فعلا هما كلامهم صح ولا لا. الاقي ان معظم، والله العظيم معظم الريفيوز او الحاجات اللي هي بتتقال ان اللي بيطلع عليها كده ترند، هو الحاجه ديت وحشه ابعدوا عنها وبتاع، بتطلع غلط بنسبه 99% حرفيا. انا ببقى مستغربه، بقعد اقول يعني ازاي؟ يعني هو انا الغلط ولا ايه؟ ان كل الناس بتقول بتطلع مثلا على حاجه ترند وفي الاخر تطلع اصلا غلط. يعني انتوا الناس عبيطه، يعني مش فاهمه انتوا ازاي شايفينه كده. حتى على الافلام، مثلا افلام عادي سينمائيه، بيطلعوا حتى عليها ان هي مثلا ممكن فيلم يقولك الفيلم ده فيه كذا وكذا، وبيدعوا لكذا كذا، وعايزيننا نعمل كذا وكذا بصوره غير مباشره، مش عارفه اتفرج على الفيلم الاقي ان هو عادي جدا مفيهوش اي حاجه. فانا مش فاهمه انتوا، هم بيبقوا بجد مركزين في حاجات غريبه. فهو الكتاب بجد انا بجد بطمنكم ناحيته، هو الكتاب تحفه. بصوا هتحسوا ببوزيتيف انرجي كبيره قوي لما تقروه، تحسوا كده ان انتوا ممتنين، ان انتوا سعداء. يعني انا بجد لما قريته حاسه ان انا في حاله من السعاده كده. كتاب بيديك طاقه ايجابيه بس مش اكتر، ما بيقولش اي حاجه سلبيه خالص او بيخوفك او اي حاجه، لا هو مجرد ان هو بيديك طاقه ايجابيه، ان انت تحب نفسك وتفهمها، او يعني تعرف قيمتها. هو مش بالشكل كده بيتكلم في ده، بس ان انت يعني تحس ان انت ليك قيمه. وحته مثلا لو على قانون الجذب او كده، هو بيتكلم في حاجات طبيعيه جدا، حاجات كونيه، يعني مش حاجه مش ما نعرفهاش. انتوا لما تقروا الكتاب هتفهموا كده كويس. اوكي، فانصحكم بجد ان انتوا تقروا الكتاب ده عشان بجد تحفه. لو انتوا عايزين بوزيتيف انرجي لفتره اقروه بجد، يعني هو تحفه تحفه تحفه. رابع كتاب معانا وهو كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر فيهم أو في الناس، يعني لديل كارنيجي. الكتاب بجد حلو جدا، بيتكلم عن ازاي نتعامل مع البشر، وازاي بشكل حقيقي وواقعي ان احنا نكون أصدقاء. يعني مثلا كان بيقول، فهو بيتكلم عن المهارات او اهم المهارات اللي تساعدك ان انت تعرف تتعامل مع الاخرين، ان انت ازاي تكون اصدقاء، ان انت تعرفين اللي هو مثلا، يعني مثلا نقطة كده من اللي كان بيتكلم فيها، اللي هو انت تنادي حد باسمه. فطبعا احنا اكتر حاجة بنحب نسمعها هو اسمنا، ان انت تحب تسمع حد بيناديك باسمك، او ان هو بتحس كده بحتة اهتمام. فدي حاجة هو مثلا بيقولها، او نقطة من النقط بيقولها. طبعا مش هحرقه لكم، انتوا اقروه يعني عشان حلو قوي وصغنن كده. فده اللي عايزه اقوله لكم، هو بيعلمكم ازاي المهارات ان انتوا تكسبوا الاصدقاء، ان انتوا تتكلموا معاهم بشكل لطيف وكويس. مش ان انتوا ترضوهم يعني او كده، لا انتوا تتكلموا معاهم بشكل لطيف محترم، يخليهم ان هم لا يحبوك، يحسوا بحاجه حلوه ناحيتك. يعني ازاي تقنعهم، ازاي مثلا تتفاوض معاهم، حاجات كده يعني. فهو اكتر بيتكلم عن كيف تكسب الاصدقاء، مش بيتكلم يعني اكتر او في ناحيه الذكاء الاجتماعي. في جزء منه ذكاء اجتماعي بس مش بالشكل ده، لان في كتب تانية بتتكلم اكتر عن الذكاء الاجتماعي. مهم، اخر كتاب معانا وبعدين ندخل في الروايتين. الكتاب المفروض اصلا كنت ابدا بيه، بس انا كنت متردده جدا حرفيا، يعني انا متردده ان ابدا بيه. هقول لكم ليه، بس هوريه لكم الاول. هو كتاب وكأنني ولدت من جديد للدكتور محمد محجوب. الكتاب ده جالي هديه، بس
يعني كتاب تحفه جدا حرفيا، يعني كتاب بجد انا مش عارفه اقول لكم ايه من كتر جماله. يعني انا قريته تقريبا مرتين وعايزه دلوقتي اقراه ثالث مره. كتاب بيقربك اكتر من نفسك. وبصوا طبعا مكتوب اكتشف الاسرار الخفيه لبناء صوره صحيحه لذاتك من جديد. بيفهمك حاجات عن نفسك صح. كتاب بيتكلم عن التفرد والتميز، قد ايه انت ممكن يكون فيك حاجه مميزه ومختلفه عن الناس، انت تفتكر ان هي عيب فيك او ان هي حاجه مش حلوه، ولكن هي في الحقيقه حلوه جدا، بس انت فكره ان انت مميز بس مش اكتر. فهو الكتاب تحفه جدا. السبب اللي خلاني متردده ان انا اقوله لكم ان انا قعدت ادور على اسم الكاتب او الكتاب نفسه. انا مش لاقي الغلاف بتاع الكتاب، هو انا مش لاقي حاجه موثقه غير دار النشر. فالمهم قعدت ابحث في دار النشر وما لقيتش يعني ما لقيتش اسم الكتاب تقريبا او كده. فانا مش عارفه يعني انصحكم بايه ان انتوا ازاي تروحوا او توصلوا للكتاب ده، عشان انا بقول لكم جالي هديه، فانا مش عارفه اصلا اقدر اجيبه منين. مش لاقيه على النت PDF مثلا، ولا ممكن يكون في مكتبات. مفيش حل غير ان انتوا لما مثلا تروحوا معرض الكتاب تشوفوا اسم دار النشر. هي اسمها دار انسان للنشر والتوزيع، وعندها بيج على الفيسبوك، ده اللي انا توصلت له يعني. بس اسم الكاتب مش لاقياه، وبرضو اسم الكتاب مش لاقياه، يعني مش لاقياه على الانترنت خالص او بغلاف تاني. يعني هو الطبعه الاولى، فانا مش عارفه هل هو مثلا ما تعملوش طبعات تانية ولا كده. يمكن الناس ما حبتهوش، بس بجد هو تحفه 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 والله، من احلى الكتب اللي انا قريتها بجد. يعني بجد فظيع فظيع فظيع. لكم حتى شويه من الفهرس بتاعه. اول حاجه بيتكلم في فصل بيتكلم عن النفس، بيتكلم بقى عنها في علم النفس او في الادب وفي الفن، او اللي هو في التمثيل، في دراسه الشخصيات، البطل دور، وان انت مثلا تبقى بطل في مسرحيه حياتك، وكل الحاجات ديت بشكل جميل. بيتكلم عن جزء عن الاسره عملت فيك ايه، او يعني التربيه والحاجات بتاعه الطفوله. بيتكلم عن حاجات كتير قوي مختلفه. يعني في فصل الرابع مثلا بيتكلم عن سر الوعي واللاواعي. بيتكلم في الوعي في علم النباتات، في الحيوان، في الانسان. يعني واخدك بتدرج حلو جدا. والكتاب بقى الفهرس بتاعه كتير، بيتكلم في حاجات مختلفه كده. انا بحب الحاجات المختلفه، مش اللي هو الكتب بتاعه التنميه البشريه المعروفه ديت، او اللي هو اقرا كتاب اقول انا حاسه ان انا عارفه المعلومات ديت وكلهم بيصبوا على بعض. لا، كتاب مختلف جدا بصراحه. سوري انا بتكلم بسرعه بس انا متحمسه عشان بحب الكتاب ده قوي قوي. وزعلانه بس ان انا مش عارفه اجيب لكم مكان موثوق ان انتوا تشتروه عشان تقروه. يعني ده اللي خلاني متردده جدا ان انا اوريه لكم، عشان انا عارفه انتوا من ترشيحي ليه انتوا ممكن تحبوه جدا وتروحوا تدوروا عليه، او تقولوا لي طب ازاي نجيبه او نوصله. فده اللي مضايقني ان انا مش عارفه اقول لكم طريقه. بس زي ما انا قلت لكم ان مفيش حل غير ان انتوا تشوفوا في معرض الكتاب. اسم دار النشر دار انسان للنشر والتوزيع، او تسالوهم على البيج بتاع الفيسبوك كده هل الكتاب موجود او كده. ممكن تصوروه مثلا. معرفش هو الغلاف كده صح ولا الغلاف اصلا متغير، I don't know، والله اعلم. يلا ندخل على اخر روايتين، او الروايتين الاخرى اللي انا سبتهم. دول انا بحبهم جدا، لطاف وخفاف جدا، يعني بحبهم قوي. اول روايه وهي بتاعه جلال الدين الرومي. مين مننا ما بيحبش جلال الدين الرومي يا جماعه؟ مين مننا ما بيحبش جلال الدين الرومي والصوفيه والكلام الروحاني ده؟ الكتاب ده بقى بيتكلم عن عبارة عن شعر، طبعا زي ما انتوا عارفين كلام جلال الدين الرومي. هو شعر مكتوب من شعر ماشي. اسمه الموسيقى الخفية. جميل جدا والله. وبصوا يعني هو عامل زي فقرات صغننة كده شعرية، مش فاكرة اسمها ايه بصراحة. هي مش قصايد، بس هي انا مش فاكرة اسمها بصراحة، مش فاكرة اسمها باللغة العربية والله. يعني مش مقطوعات اكيد، اللي هو بتبقى الجزئية ديت. فحلوين قوي. يعني لو انتوا بتحبوا الشعر وتحبوا جلال الدين الرومي انصحكم ان انتوا تقروه. لو ما بتحبوش عادي، يعني مفيش مشكله خالص، اتس ايزي. تاني روايه واخر حاجه هنتكلم فيها في الفيديو النهارده، وهي مر مثل الشوكولا، مر مثل القهوه، حلو مثل الشوكولا، بتاع ميرنا الهلباوي. طبعا لو انتوا عارفين ميرنا الهلباوي جدا على انستجرام ونشطه جدا يعني، وهي كاتبه.
الروايه بتاعتها بصوا، هي ميرنا بتستخدم مثلا تعلم الناس من خلال تجاربها الشخصيه، فاهم، او حياتها الشخصيه. فهي فيسبوك مثلا تنزل كتير عن حياتها الشخصيه بس بتعلمك حاجه. في الروايات بتاعتها هي تقريبا عامله لحد دلوقتي 3 أو 4 روايات، يمكن روايه جديده لسه هتنزل. انا قريت روايتين منهم، اللي هي ديت بتتكلم برضو عن بصوا انا مش هقدر اقول لكم هي بتتكلم عن ايه بالظبط. بس هي يعني هي مثلا بتبقى هي بتحب السفر جدا، فهي يعني من خلال سفرها في البلاد الكتيره ديت بتكتب لك بقى ايه زي مذكرات ليه، تمام، زي المذكرات ليها، وبتبقى فعلا حقيقيه. فالمذكرات اللي فيها ديت يعني مثلا انا رحت روما، بتكتب بقى مثلا ايه مذكرات، وبتبدا بقى تجمعهم في الكتاب او في الروايه دي. فهي بتبقى حلوه قوي يعني، عارفين هو كأنها بتتكلم عن نفسها. هي عباره عن زي مذكرات او مدونه، فبس بتحكيها في شكل روايه. فالروايه خفيفه طبعا باللغه العاميه، مثلا لو باللغه العربيه بس مش عربيه تقيله يعني، شويه كلام عامي على شويه كلام باللغه العربيه، بس خفيفه قوي يعني هتخلص كده في ثانيه. الروايه دي وقريت روايه كونداليني بتاعتها، كانت بتتكلم برضو عن رحلتها للهند وازاي اليوجا ساعدتها ومش عارفه ايه، وازاي هي كانت ساعتها تعبانه جدا نفسيا وكده. وكل الحاجات ديت حقيقيه يعني، هي بس مغيره اسماء الشخصيات اللي في حياتها. هي انا بحب ميرنا عشان بتتكلم اكتر عن حياتها الشخصيه، في انها بتعلمك حاجه من خلالها. وهي برضو عشان بتسافر كتير فعندها تجارب اكتر وقصص اكتر ان هي تحكيها. فبس يعني بحب ميرنا الهباوي بصراحه، وانصحكم ان انتوا تقروا الكتب دي لو انتوا حابين يعني. بس وده كان نهايه الفيديو النهارده يا حبايبي. اتمنى تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنتس حلو زيكم، واكتبوا لي برضو ترشيحات كتب لو انتوا قريتوا كتب وعجبتكم جدا. عايزاكم تشاركوني وتكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه الكتب اللي عجبتكم، وايه الكتب اللي انتوا قريتوها من القائمه اللي انا وريتها لكم دي النهارده. في كتب انتوا حابينها برضو اكتبوا لي تحت. ما تنسوش تعملوا كومنت، لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو قادم. تشاو تشاو.